طيب الله وأوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب أرأيا والمستهل بأهم وأبرز العناوين. مؤسسة التأمينات الوطنية توسع أنشطتها. تقييم أنشطة مكافحة الملاريا في مديرية غلوي. تطور ملحوظ للمشاركة التعليمية بمديرية دهلك. إمة تاريخية بين الزعيمين الكوريين. الأسد المتأهب يختتم تدريباته. واتفاق رسمي عسكري بين فرنسا وألمانيا. مرحبا بكم. قال المدير العام لمؤسسة التأمينات الوطنية السيد زرؤو ولد ميكائيل إن المؤسسة تعمل لتوسيع وتطوير أنشطتها للتأمين على الحياة والممتلكات وتنفيذ برامج التعبئة. وأوضح السيد زرؤو أن المؤسسة تقدم التأمين على الحوادث الفجائية وتنشط أيضا بإدخال إعادة التأمين في مختلف الدول، كما تعمل لتوعية الشعب للحصول على الخدمات المتساوية. وبعد أن ذكر أن مؤسسة التأمينات الوطنية تبيع تأمين الاطمئنان، أشار إلى أن جميع السيارات في البلاد لها واجب الدخول في تأمين الطرف الثالث، وأن حصيلة مبلغ حوالي 250 مليون نقفة من عهود التأمين السنوي يأتي 150 مليون منها من تأمين السيارات والبقية من أنواع التأمين الأخرى، حيث تم تحقيق ربح صافي بحوالي 92 مليون نقفة العام الماضي. وقال السيد زرؤو إن التأمين على الحياة من أنواع التأمين الذي لم يتقدم حتى الآن، حيث بلغت نسبة التأمين على الحياة 2%. كما أشار إلى أن العمل يجري لرفعها إلى نسبة 10% حتى عام 2020 وتطوير التأمين الزراعي والمعاشات والصحة. وقد أشار المدير العام لمؤسسة التأمينات الوطنية السيد زرؤو ولد ميكائيل لوجود 2200 من المواطنين أصحاب الأسهم في المؤسسة، إضافة إلى الحكومة وصندوق إعالة أسر الشهداء، حيث يتم توزيع أرباح الأسهم إلى الأعضاء سنويا حسب عدد الأسهم. ولدى مؤسسة التأمينات الوطنية الإريترية التي تأسست عام 1992 أنشطة إعادة التأمين في كل من كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وألمانيا، وتمتلك داخل البلاد مصنع العلف الحيواني. حققت الأنشطة الجارية في مديرية غلوي لمكافحة الأمراض المعدية عامة ومرض الملاريا بصفة خاصة حققت نتائج مرضية. وفي الاجتماع الذي عقد في 25 من شهر أبريل من أجل تقييم الأنشطة، شرح مسؤول الخدمات الصحية في مديرية غلوي الممرض جيلاي موسازجي عن انخفاض حالات الإصابة بالمرض في العام الماضي مقارنة بالسنوات الماضية. وقال الممرض جيلاي إن هذه النتائج تحققت بفضل حملات النظافة التي تجري أسبوعيا تحت إشراف الكادر الصحي والتوزيع على الناموسيات ورش المبيدات الحشرية في المنازل. ومن جانبه قال مسؤول فرع وزارة الصحة في إقليم الغاش بركة الدكتور حيولوم كيداني إن المرض شهد انخفاضا بنسبة 80% في السنوات ال25 الماضية في الإقليم، مضيفا أنه من أجل تحقيق النتائج الأعلى يجب التركيز على المناطق التي ينتشر فيها المرض كمديريات ملقي وأعالي الغاش وشامبوكو وتسني وغلوج. صرح الأستاذ عيسى أحمد مسؤول مكتب التعليم في مديرية دهلك بتطور المشاركة الملحوظة في مائدة التعليم بفضل الانتشار الواسع للمؤسسات التعليمية بالمديرية. وأوضح الأستاذ عيسى لوكالة الأنباء إيرنا بأن 6 مدارس ابتدائية و3 متوسطة والمنتشرة في كافة ضاحيات المديرية لا زالت تقدم خدمات تعليمية جيدة. وبعد أن أفاد بارتفاع المشاركة في مائدة التعليم في المديرية من فترة لأخرى وخاصة مشاركة الطالبات، أوضح بتطور وعي وفهم الآباء في التعليم، حيث ارتفعت النسبة هذا العام بحوالي 20%. وفي الختام أشار الأستاذ عيسى أحمد إلى وضع برنامج للشروع في نشر رياض الأطفال الأهلية التي بدأت في ضاحية دحل والضواحي الأخرى، موضحا بأن عدد من نقاط تعليم الكبار المنتشرة في المديرية تقدم خدمات تعليمية جيدة إلى جانب التعليم النظامي.
في إطار الجهود الجارية لإدخال خدمات المكتبات الرقمية في المدارس، تقدم المكتبة الرقمية التي أدخلت في مدرسة موغرايب غوني الداخلية تقدم خدمات مرضية في عملية التعليم وأيضا لتعريف الطلاب على التكنولوجيا الحديثة. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ كوبروم أسمروم مدى أهمية خدمات المكتبة الرقمية المتاحة في الوقت الحالي، شاكرا وزارة التعليم ومكتب الأبحاث والتوثيق التابع للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، وكذلك مكتبة رورا الرقمية على جهودهم لإنجاح البرنامج. من جانبهم أكد الطلاب على جاهزيتهم للاستفادة الجيدة من الفرصة المتاحة لهم والعمل بجهد لرفع مستواهم. وقد بدأت مكتبة موغرايب غوني الرقمية ب30 كمبيوتر و17 من لوحات القراءة، ونتيجة لتوفر خدمات الواي فاي في ساحة المدرسة يتمكن الطلاب من الاستفادة الجيدة من تلك الخدمات. مشاهدونا فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، استقبل الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حيث تبادل الاثنان الابتسامات وتصافحا في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين اليوم الجمعة في أول قمة للكوريتين منذ أكثر من عقد. وتناقضت مشاهد الحديث الودي بين مون وكيم بشدة مع لقطات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية العام الماضي، وأكبر تجربة نووية أجراها الشمال وأدت إلى عقوبات دولية واسعة ومخاوف من نشوب صراع على شبه الجزيرة الكورية. وتأتي القمة قبل أسابيع من لقاء مزمع بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يناقش مون وكيم نزع السلاح النووي والعلاقات بين الكوريتين، كما سيغرسان شجرة تذكارية في قرية بالمونغوم الحدودية. وقبل أيام من القمة أعلن كيم تعليق التجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى وتفكيك موقع التجارب النووية الوحيد المعروف في كوريا الشمالية. وقد أخفقت قمتان سابقتان بين زعيم الشمال ورئيس الجنوب وكانا في بيونغ يانغ عامي 2000 و2007 أخفقت في وقف برامج الأسلحة الكورية الشمالية أو تحسين العلاقات بشكل دائم. احتفل عسكريون أردنيون وأمريكيون باليوم الختامي لتدريبات الأسد المتأهب العسكرية، والتي ركزت على أساليب الحرب الحديثة وعملت على تعزيز العلاقات العسكرية بين الجانبين. وأولت آخر أنشطة التمرينات التي أجريت في منطقة شويعر على بعد نحو 60 كيلومترا شمال شرقي العاصمة الأردنية عمان، أولت اهتماما كبيرا بالتمرينات الخاصة بالسيطرة على الحدود وإزالة الألقاب. وانطلقت التدريبات التي تنظم سنويا في الأردن يوم 14 من أبريل، وتركز على الحرب غير التقليدية وتهديدات الأمن الوطني والإرهاب. وشارك ما يزيد على 7000 عسكري من الأردن والولايات المتحدة في الدورة الثامنة لتدريبات الأسد المتأهب. وقعت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي ووزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لين وقعتا ببرلين اتفاقا لبدء مشروع طائرة قتالية مشتركة لضمان السيادة الأوروبية في مجال الدفاع. وتشكل المنظومة الجديدة للمعارك الجوية لمستقبل أوروبا حجر الزاوية في استراتيجية باريس وبرلين لضمان السيادة الأوروبية في مجال الدفاع. وستحل هذه الطائرة المطاردة الجديدة بحلول العام 2040 مكان الأسطولين الجويين للبلدين المكون من طائرتي يورو فايتر ورافال. وقد أوضحت مذكرة الإفصاح عن النوايا التي وقعتها الوزارتان بعد 9 أشهر من كشف العاصمتين عن المشروع، حيث وقع البلدان مذكرة نوايا بشأن مشروع دورية بحرية مشتركة بحلول العام 2030، وكشفها عن زاوية مهمة ثالثة في التعاون الفرنسي الألماني في مجال الدفاع، ويتعلق الأمر بمجسم مشروع لتصنيع طائرة مسلحة بدون طيار. وصممت المنظومة الجديدة للمعارك الجوية كنظام كامل يجمع بين طائرة قتالية من الجيل الجديد وطائرات بدون طيار وصواريخ كروز مستقبلية وطائرات بدون طيار تتحرك في شكل سرب.
أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن 9 إسرائيليين لقوا مصرعهم وفقد 6 آخرون بسبب الفيضانات التي أزاحت حافلة تقل تلاميذ مدرسة في منطقة وادي عربة جنوب إسرائيل. وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الحافلة كانت تقل أثناء الحادثة 25 تلميذا وتبحث طواقم إنقاذ بمساعدة طائرات مروحية عن المفقودين. وقالت خادمة إسعاف في إسرائيل إن 9 على الأقل من الطلبة قتلوا بعد أن جرفتهم السيول في صحراء النقب جنوب إسرائيل. وقد وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الواقعة بأنها كارثة فظيعة وأشاد بجهود المنقذين. في غضون ذلك قال مسؤولون في كيب تاون بجنوب أفريقيا إن أمطارا غزيرة هطلت على المدينة على مدار الساعات 24 الماضية، مما تسبب في إغلاق طرق وعرقلت حركة السير. ومن شأن هذه الأمطار التي تهطل للمرة الأولى هذا الشتاء في المدينة التي تعاني من الجفاف أن تملأ قليلا خزانات السدود التي جفت بسبب أسوأ موجة جفاف تضرب المنطقة خلال 100 عام، مما دمر مزارع وألحق أضرارا بقطاع السياحة. مشاهدينا فاصل آخر ثم الوقفة الرياضية. انتزع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني تعادلا ثمينا من مضيفي أرسنال الإنجليزي بهدف لمثله في مباراة الذهاب بنصف نهائي الدوري الأوروبي. ولعب أتلتيكو ب10 لاعبين منذ الدقيقة 10 من عمر المباراة عقب طرد لاعبه شيما فيرسا ليكون بعد حصوله على الإنذار الثاني. استغل أرسنال النقص العددي في صفوف منافسه ليحرز مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت هدفا للفريق اللندني في الدقيقة 61 من ضربة رأس. وتمكن النجم الفرنسي أنطوان غريزمان من تسجيل هدف التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 82 من هجمة مرتدة. بهذا التعادل اقترب أتلتيكو من التأهل للمباراة النهائية، ويكفيه التعادل السلبي في لقاء العودة الذي سيقام بملعبه في العاصمة الإسبانية مدريد الخميس القادم. أما أرسنال فيتعين عليها الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق تلك التي تحققت في لقاء الذهاب من أجل العبور للمباراة النهائية. هذا وقطع مارسيليا الفرنسي شوطا هاما نحو بلوغ النهائي، وذلك بفوزه على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفين دون رد على استاد فيلودروم. وسجل فلوريان توفان والكاميروني كلينتون نيجي هدفي المباراة. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.